اخت بعتة بتقولي انا اخويا بيدفع تمن غلطة انا مش عارفة هي ايه، لكن اخويا اتظلم ظلم كبير جدا، ادى لمراته اغلى حاجة في جسمه، اغلى عضو من اعضائه، وفي الاخر راحت اتجوزت اقرب حد ليه. بتحكي وبتقول انا اخويا كان شاب زي اي شاب، من واحنا صغيرين في وشنا بنت الجيران، من وهو صغير جدا وهو متعلق بيها. كانت بنت شايفة نفسها جدا، كانت بنت طول الوقت ملفتة للنظر، او بمعنى اصح كانت بتحاول تلفت النظر ليها. كانت بتمشي في الشارع زي ما بيقولوا كده تهتم بنفسها جدا، بتحاول تلبس ضيق جدا، بتحاول تظهر ملامحها، بتحاول تفتن اي شاب ممكن يكون في المنطقة. واحنا كنا عينة ملتزمة. انا افتكر اول ما بلغت امي حجبتني وخلتني البس الحجاب الشرعي وقالت لي ده احسن حاجة ليكي، وانا ما اعترضتش وسمعت كلامها. لكن بنت الجيران كانت عكسنا تماما في كل شيء. كان اهلها زي ما بيقولوا اليومين دول اوبن مايند، سايبينها تعمل اللي هي عايزاه، سايبينها تلبس اللي هي عايزاه. المهم ان اخويا من واحنا صغيرين قد كده وهو عينه عليها ومتعلق بيها، رغم ان كتير جدا من عيلتنا كانوا بينتقد تصرفاتها وبينتقد تصرفات اهلها، لكن هو كان بيدافع عنها دفاع باستماتة، وكان دايما يقول هي دي اللي هتجوزها لما اكبر. كنا في الاول فاكرين انه شغل عيال، عيل صغير وطايش وشايف بنت الجيران معجب بيها، لكن كل ما كان بيكبر كان اصراره عليها بيكبر معاه لحد ما وصل ثانويه عامه. طبعا هي كانت تقريبا قده في السن، وكان بيجي لها الخطاب من وهي لسه في ثانويه عامه، ومنين ما يجي لها واحد يخطبها تقوم الحرب والنار في بيتنا، ويفضل يتخانق مع ابويا وامي ويقول لهم انا ماليش دعوه انا عايز اخطبها. بابا كان يزعق فيه ويقول له ايه يا حته عيل انت يا اللي بتتكلم في خطوبه، خطوبه ايه دلوقتي انت اتجننت، اصبر لما تخلص تعليمك. كان عندنا ابن عمنا بيجي لنا من وقت للتاني، ومنين ما بيجي بيشوفها ويقعد يقول قد ايه البنت دي بتمشي في الشارع، فلان بيبقى عايز يكلمها وعلان بيبقى عايز يكلمها. وابن عمنا ما كانش بعيد عننا، كان ساكن بعدنا بشارعين. المهم ان كبرنا كلنا والبنت دي كبرت قدامنا واخويا مصمم عليها، لحد ما اخويا دخل الكليه، وكل شويه وهو بيعمل المستحيل عشان يخطبها. كان بيروح من ورانا لابوها وامها ويتوسل اليهم ويقول لهم انه بيحبها، وكان دايما مطاطلها بشكل غريب جدا، وكان كل الناس عارفه قد ايه فلان بيحب فلانه، وان فلانه دي ممكن تعمل اي حاجه وتشتري وتبيع فيه زي ما هي عايزه، وهو هيستحمل وهيعمل المستحيل عشان يوصل لها. اخويا اول ما خلص الجامعه بابا اول حاجه عملها فكر انه يسفره بره عشان ينساها ويتلهي في شغلانه، خاصه ان اخويا ما فيش غيرنا وهو وما كانش ليه اي جيش. المهم ان بابا عمل اللي في وسعه وعمل المستحيل عشان يقدر فعلا يسفره، وسفره في دولة عربية. في الفترة دي كان بيجي لها عرسان ودايما الموضوع ما بيتمش، اتخطبت تقريبا فوق ال4 مرات، وكل مرة اخويا يقاطعنا ويقول انتوا السبب، انتوا اللي ضيعتوا مني حب عمري. وابتدت الحكاية على كده لحد ما عرف ان اخر خطيب كان عندها فسخت وما بقاش معاها. في الفترة دي كنا احنا بنشوف انها ابتدت يبقى فيها علاقة بينها وبين ابن عمي، وابن عمي بقى يتردد على الشارع كتير. في الفترة دي انا بقيت طول ما عايزة اقول لاخويا امي تقول لي اسكتي ما تنكديش على اخوكي، ده في الغربة، ده شقيان، كفاية اللي هو فيه. اقول لها يا امي لازم يعرف، يمكن يفوق لنفسه، ده لحد دلوقتي بيكلم ابوها ولحد دلوقتي بيقول انه لما ينزل هيخطبها. كانت تقول لي لا. مش عايزة اقول لكم قد ايه علاقتي باخويا كانت متوترة جدا، واخويا طول الوقت كان بيتهمني ان انا بغير منها وان انا مش عايزه الجوازه دي لان انا اتقفل عليا وبشوف اللي هي فيه تفتح، لكن انا نفسي فيه بس مش عارفه احققه. فكان دايما بيتهمني ان انا بني ادمه حقوده وان انا بصلها بصه تانيه عشان عايزه اطلع فيها حاجات كتير، لكن هي بنت زي الفل ومفيش زيها. المهم بعد ما نزل اخويا من السفر قبل ما يجي يسلم علينا راح لهم وقال لابوها انا جيت وعايز اخطب بنتك. طبعا ابوها رد وقال له لو جيت بطولك تاني مش هقبلك، لازم تجيب ابوك وامك. وجي اخويا وبعد ما سلم علينا قامت الحرب في البيت، انا هتجوزها يعني هتجوزها. ساعتها قررت امي تقول له ان في علاقه بينها وبين ابن عمي وانها شافتهم كتير مع بعض وان ابن عمك بقى يتردد على الشارع كتير بسببها، لكن هو رفض يسمع اي كلام وقال لهم انتوا بتقولوا كده عشان تكرهوني فيها.
وقال انه هيسألها واللي هي هتقوله هيبقى مصدق ومش هيبقى فيه اي قولان بعد كلامها. طبعا راح عشان يسألها، قالت له ان ابن عمي هو اللي بيجري وراها كالعادة زي شباب كتير بتجري وراها، لكن هي بترفض لانها مش شايفاه مناسب. راح سأل ابن عمي قال له والله كان في بداية علاقة، لكن انا مش حابب اكمل مع بني ادمة زي دي. ساعتها اخويا خد الكلام ان ابن عمي غيران منه، وان هو كان بيجري وراها وهي اللي رفضته، عشان كده كاره البنت وصمم اكتر انه يتجوزها. وفي خلال 4 شهور كانوا متجوزين. لما اتجوزوا بقى امر واقع، خلاص بقت معانا وجبنا لها كل اللي نفسها فيه، شبكه وشقه ومؤخر ومهر وكل حاجه بتحلم بيها اي بنت. وعمل فرح، كان فرح كبير جدا. كانت في الفرح لابسه اوفر جدا، وكانت كل العيله بتتكلم انتوا ازاي وافقتوا ان فلان يتجوز فلانه؟ ده انتوا معروف عنكم ان انتوا ناس ملتزمين. لكن كنا بنقول ربنا الهادي، ويمكن مع الايام ربنا يهديها. لحد ما اتجوزوا فعلا، وفات اكتر من 2 على جوازهم، ربنا كرمهم ببنت. من اول ما جت البنت وكلنا فرحنا وكلنا ابتدينا ننسى اي سلوك ليها ونقول كانت طايشه، كانت صغيره، لكن دلوقتي كبرت وعقلت. وبعد 2 وبعد اول ما خلفت ابتدى يظهر عليها تعب شديد جدا. بقت تبقى ماشيه في الشارع يغمى عليها، الناس تتصل تقول لنا فلانه مغمى عليها الحقوها، نجري نلحقها، تروح لامها تتعب عندها ننقلها على المستشفى. المهم من هنا لهنا، وبعد الاشاعات والتحاليل اخويا اكتشف ان عندها مشكله في الكبد، ولازم متبرع ضروري وفوري لفص، لان عندها مشكله في فص معين في الكبد. الدنيا ساعتها اتقلبت، واخويا كان بيعيط بالدموع وهب حياته كلها عشانها، لدرجه انه ساب شغله وبقى يقعد تحت رجليها يعيط ويقول لها هعمل المستحيل. كل الفلوس اللي كانت محوشها من سفره تقريبا راحت عليها. كان بيدور على متبرع باي وسيله. كل اهلها، عندها 2 اخوات، رفضوا اصلا انهم يروحوا يعملوا الفحص ده، ورفضوا انه ممكن يضحوا بجزء منهم عشانها، وقالوا ده اعمار والاعمار بيد الله، لكن احنا عندنا عيال ومش موافقين ندخل عمليه زي دي. وابوها راجل كبير في السن وما ينفعش ياخدوا منه فص في الكبد. ساعتها قالوا جوزها الوحيد اللي لو تم الفحوصات وطلع في توافق هناخد فص من الكبد عنده. اخويا ما ترددش لحظه، بقت امي تعيط وتقول له يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك صحتك، يا ابني انا ماليش غيرك، حرام عليك تضيع مني. لكن هو كان على كلمه واحده، ده انا افديها بنور عينيا، المهم تبقى سليمه، دي حب عمري، دي اللي طلعت قدامي وشوفتها عيني وكنت بموت فيها حتى رغم البعد والمسافات، انا مستعد اعمل عشانها اي حاجه. ولما طبعا عملوا الفحوصات طلع في تطابق، وفعلا هو راح يعمل العملية من غير ما يفكر ومن غير ما يتردد لحظة، واداها فص من الكبد عنده. الدكاترة قالوا ان شاء الله هيقدر يعيش بشكل طبيعي جدا، وان الفص ده مش هيأثر عليه في اي حاجة. اتبرع لها بفص من الكبد. كنت انا واحدة من الناس شايفة ان لو في راجل عمل كده عشان الست دي ما ينفعش تعمل اي حاجة في الدنيا غير تعيش وهبة الباقي من عمرها عشانه، وتعيش تحت رجله وتديله عينيها من جوه وتعمل اي حاجه عشانه. هي متاكده ان اخويا بيحبها من هم اطفال صغيرين، ومتاكده انه مستعد يضحي باي حاجه عشانها. لكن هو مش بس كان بيتكلم، ده كل افعاله كانت بتقول انه بيحبها، ومتهيألي مفيش اغلى من الصحه، وهو ضحى بجزء من عضوه من جسده ومن جسمه عشانها عشان خاطر تعيش. وكان بيقول دي حب عمري وام بنتي ومفيش اغلى منها. لكن بعد الجواز ب2 وفي الفترة اللي حصل لها فيها الحالة الصحية دي، وبعد ما عملت العملية، ابتدى ابن عمنا يتردد علينا من جديد، وابتدى يزورها كتير جدا ويدخل شايل ومشيل بحجة انه بيزور مرات اخوه، ما هي تعتبر مرات اخوه لان اخويا يعتبر اخوه. المهم ان الزيارات زادت جدا والواجب زاد جدا، وبقت انا وامي مستغربين من امتى يعني هم اصحاب واجب كده؟ من امتى ابن عمك ما بينساش وما بيفوتش يجي لها في المستشفى ويجي لها في البيت ويروح يزورها عند اهلها؟ الموضوع زاد عن حده. انا وبنتي بس، انا وامي اللي كنا فاهمين بس القصه، انا وامي اللي حسينا ان التصرفات غير منطقيه. لكن اخويا كان على نياته، وكان شايف ان ابن عمي بيفهم في الاصول وصاحب واجب وبيعمل الخير وقد ايه هو انسان.
نسي خالص حكاية زمان، ونسي خالص ان كان في يوم من الايام قلنا ان في علاقة بينهم. نسي الكلام ده اطلاقا. انا وامي اللي كنا واخدين بالنا، وابتدينا نشوف ان فترة وهتعدي، لحد ما مرات اخويا ربنا خد بايديها وربنا شفاها. وبعد ما قامت بالسلامة يا دوبك ب6 شهور، ويا ريتها ما قامت من العيا ده، يا ريت كان ربنا خدها افضل من اللي حصل لنا بسببها. مفيش 6 شهور قامت وبقت قوية وعافية تاني، وابتدت تتجبر ورجعت زي الاول. اصل نسيت اقول لكم ان من اول يوم جواز وهي متجبرة قوي، كان صوتها دايما اعلى من اخويا، كانت طلباتها لازم تنفذ. يمكن الفترة الوحيدة اللي شفتها مكسورة هي فترة عياها، واول ما استردت صحتها رجعت القوة تاني، وبقت تتكلم تاني بصوت عالي، وبقت تطلب وطلباتها لازم تجاب، خاصة ان معاها راجل ما بيقولهاش غير حاضر وتأمري واللي انت عايزاه. وبعد 6 شهور من استردادها لصحتها ابتدت تتعوج تاني، وابتدت سلوكياتها تتغير. بقت تيجي ترملنا البنت وتنزل تغيب بالساعات، ولما نسألها كنت فين تقول انا كنت مع واحدة صاحبتي، او كنت في الكوافير، اصل انا من هنا ورايح عايزة احب الحياة، ده انا ربنا كتب لي عمر جديد. طبعا كنا بنسكت وما نرضاش نتكلم، حتى لما اخويا كان يرجع من الشغل كنا ما بننطقش ولا بنقوله انها خرجت، وكنا بنقول ملناش دعوة، لحد ما تصرفاتها زادت عن الحد. وفجأة صحينا من النوم لقينا اخويا جاي بيعيط بالدموع وبيسأل عليها عندنا وبيقول محدش شاف مراتي. طبعا قلنا له ما نعرفش عنها حاجة، ايه اللي حصل؟ قال انا قمت من النوم ما لقيتهاش ولا لقيت هدومها في الدولاب. امي قالت له يا ابني روح اسأل عليها عند اهلها، يمكن تكون اتخنقت او زعلت، فروح شوفها عند اهلها. جيري راح شافها، ابوها قال احنا ما نعرفش عن البنت حاجة، البنت راحت فين؟ البنت في مسؤوليتك ولازم انت اللي تقول لنا هي فين، اكيد انت زعلتها، وكلام كتير قوي ملوش داعي. واخويا منهار وميت من العياط. وكلمة ميت من العياط انا ما بقولهاش تهريج، اخويا كان بيعيط زي اي واحدة مكسور قلبها، بيعيط زي الستات كده لما يتقهروا ويتوجعوا، بيعيط بشحتفة ودموع، وكل اللي عليه مراتي راحت فين، مراتي راحت فين. مش قادر يشك فيها ولا قادر يسيء بيها الظن. كان بيقول ده اكيد متضايقه، واكيد بعد العمليه كان عندها تغيرات وتعبت وشقيت، والموضوع هو اللي نفسيتها متاثره بيه، فعشان كده راحت في اي مكان تغير جو. اتاري مرات اخويا رفع على اخويا خلع من 3 شهور، واول ما اتحكم لها بالخلع خدت بعضها وطفشت، وكل ده عشان تتجوز ابن عمي. صدمه، انا عارفه انها صدمه، انا نفسي اتصدمت وانا بسمع، انا اتصدمت. يعني بعد ما استردت صحتها ب3 شهور راحت رفعت عليه قضيه واتحكم لها بعد 3 شهور، وبعد ال3 شهور خدت هدومها وطفشت عشان تتجوز اقرب حد لاخويا اللي هو ابن عمه، اللي كان بياكل معاه في طبق واحد، اللي كان بيقول عليها دي لو اخر واحده في الدنيا انا ما اتجوزهاش. كل ده فضلنا ما نعرفوش لحد ما جو اخويا فضل يبحث في كل مكان عشان يعرف مراته راحت فين، لحد ما عرف ان مراته خلعته. ولما عرف ان مراته خلعته ابتدى يبحث خلعته ليه، ايه الاسباب، وعرفنا انها اتجوزت ابن عمنا. ساعتها امي بقت تعيط على اخويا وتاخده في حضنها وتقول له انسى، دي ما تستحقش دموعك، يا ما حذرناك، يا ما قلنا لك دي ما تنفعش، يا ما قلنا لك اللي زي دي ما تصونش ولا تفتح بيت، يا ما قلنا لك انها ما بتحبكش، لكن انت كنت شايف غيرها. اخويا فضل كتير جدا ساكت وما بيتكلمش، كان دايما بينزل عليه بالصمت، بيعيط ودموعه نازله من غير ولا كلمه، وكان بيدخل يقفل على نفسه الاوضه بالساعات في شقته، مش راضي يقعد عندنا، وكنا نروح نخبط مهما خبطنا ما يفتح لناش، لدرجه ان في مره كسرنا الباب افتكرناه انه جراله حاجه جوه الشقه، ودخلنا لقيناه قاعد بيعيط عياط هستيري. اخويا ما بقاش حاسس بالدنيا، ومش بس كده، ده من جبروتها عملت تنازل رسمي عن بنتها، وبنتها دلوقتي امي اللي بتربيها وعايشه معاها. كتير امي بتقسى على البنت وتقول لها انت هتبقي حته من امك، لولا ان انا اقول لها يا امي حرام عليكي دي طفله مالهاش ذنب، تقول لي بكره تكبر وتعمل عمايلها، ما البنت لازم تطلع لامها. لكن في الاخر افكر امي واقول لها يا امي دي حفيدتك،
دي بنت ابنك، حرام عليكي، كفايه ان البنت ملهاش ما ينفعش انت كمان تقسي عليها. انا مش عارفه اعمل ايه لاخويا. اخويا دلوقتي بقى زي المجانين، شويه لما يتكلم يخطرف ويقول اي كلام، ودايما يجيب في سيرتها، واحيانا الناس تشوفه في الشارع بيكلم نفسه. والناس دلوقتي ما بتعملش حاجه غير تقول لنا يا حرام خدوا بالكم منه، يا حرام ربنا يعينه على اللي هو فيه، يا حرام ربنا يعوضه خير بعد الست الظالمه. هي مشيت وما نعرفش حاجه عنها، وابن عمي ما يهزمناش ومش عايزين نعرف حاجه عنه. انا برجع بالذاكره بفتكر قد ايه من هو صغير كان طفل حقود، كان طفل بتاع مشاكل، بس عمري ما كنت اتخيل ان يخون العيش والملح لدرجه انه يبص لمرات اخوه. تقريبا ما هي تقريبا هي مرات اخوه، ما هم ولاد عم يعني مفروض اخوات، لكن هو ما صانش العيش والملح. لكن مش قادره الومه قد ما الومها هي اللي اخويا اتبرع لها بحته من جسمه، بعضو من اعضائه، وفي الاخر باعته وراحت اتجوزت اقرب حد ليه، واكنها بتديله بسكينه تلمه في قلبه وبتقول له انا بعت العشره وانت ما تلزمنيش. قصه مؤثره وصعبه جدا. يعني لو وقفنا عند القصه دي لازم نخاف قوي. مش معنى ان احنا نخاف ان احنا نبطل نعمل الخير ونعمل الحاجه الحلوه، لكن كتير مننا لازم يقف ويفكر، يا ترى الخير لو اتعمل في غير اهله ده يبقى خير؟ يا ترى لما ندي للبني ادم اللي ما يستحقش ده نلوم مين؟ نلوم نفسنا ولا نلوم اللي خد وهو ما يستحقش ده؟ هنا طبعا هو غلط لانه سد ودانه عن كل الكلام اللي كان بيتقال له، ومش هو لوحده اللي بيعمل كده. ياما في رجاله وستات لما بيحبوا بيعملوا فيها مش سامعين ولا شايفين، ما بيبقوش مصدقين غير نفسهم وبس. مهما حد حذرهم ونبههم ما بيبقوش عايزين يصدقوا حد، بيبقوا شايفين ان كل الناس ضدهم وان كل الناس غلط وهم بس اللي صح. ما اقدرش اقول غير ان دي بتبقى غشاوه على القلب قلب العين. عشان كده لو بتحبي او بتحب اعمل اعتبار للي حواليك، خاصه لو اللي حواليك دول بيحبوك بجد ومش بيضلوك عشان هم غيرانين منك ولا كارهينك. لما يكون اقرب الناس ليك اهلك اللي بيقولوا لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ما تتغافلش عن كلامهم وتعمل مش سامع، لانك حقيقي انت اللي هتضيع، وساعتها ما تلومش لنفسك. ربنا يا رب يعوض عليه خير. اخوكي محتاج ان انتوا تبقوا جنبه، ادعموه قد ما تقدروا. بلاش نتكلم في الماضي، وبلاش نقعد نلومه ونقول له انت ياما قلنا لك وياما حذرناك. خلاص الكلام ده ما بقاش وقته ولا مكانه. اخوكم محتاج دعم نفسي، ومش بعيد يكون محتاج لطبيب نفسي عشان يقدر يرجع تاني يتصالح مع الحياة. والألم اللي خده مش ألم سهل، ده ألم قوي جدا، ويا عالم لو كنا مكانه كان ممكن يحصل لنا ايه. فادعموه قد ما تقدروا، واتقوا الله في بنته قد ما تقدروا، وربوها على الأصول وعلى الدين وعلى المبادئ. ومش بالضروري تطلع زي أمها يمكن ما تربتش أو اتربت بشكل خاطئ. علموها تاخد وما تديش، علموها تكون أنانية، فرحوها بنفسها فخلوها مش شايفة أي حد غير نفسها وبس. لكن انتوا حاولوا ما تعملوش كده مع البنت وما تاخدوهاش بذنب أمها، وربنا بإذن الله يعوضه خير بوقفتكم جنبه وبدعمكم ليه. وأخيرا عايزة أقول حاجة مهمة قوي، بلاش نتغافل عن آراء الآخرين، خاصة لو الآخرين دول بيحبونا من قلبهم وبيحبونا الخير. فاسمعوا للناس واسمعوا الأقرب مليكم قبل ما تدخلوا على أي علاقة أي حد قال لكم إن فيها أي ديفو. ما تسدوش ودنكم، لأن أحيانا الناس بيبقى عندها حق وشايفين اللي احنا مش شايفينه.